سلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لكل شخص أحب أن يستمع ويتفرج بهالبرنامج. أنا اسمي وسام. حاليا عايش في سيدني أستراليا. أصلي من بغداد من العراق. مولود في بغداد وخلصت الابتدائية والإعداد والمتوسطة والإعدادية في بغداد، وحتى كنت في جامعة بغداد أول سنة دا أدرس في كلية الزراعة ومكائن معدات في كلية بغداد، من قبل أن يهددني حزب البعث العربي الاشتراكي بالإعدام بالقتل، لأني رفضت أن أكون منضم إلى الحزب، لأن أنا شخص آشوري وشخص مسيحي. اليوم حبيت أشارك ويا آه، الناس اللي عايشين في العراق، خاصة الناس اللي هم من أصل مسلم سني وشيعي. حبيت أشرح في الموضوع، وقصدي من شرح هذا الموضوع مو حتى أسوي جدال ديني وأجيب غضب وأي كره على أي شخص، مع احترامي هذا مو قصدي. قصدي إنه أبني جسر تفاهم، وحبيت إني أشارك بأساسيات أساسيات الاختلاف بين الديانة الإسلامية والإيمان المسيحي. فحبيت أشارك بنظرة وجه بسيطة جدا كلش سهلة واحد يفهمها. وخلينا نتصور إنه أني وسام. اسمي عربي بس أصلي آشوري. خلينا نتصور إنه في اليوم يجي علي فد شخص مسلم بنية طيبة بنية محبة، وبدأ يتكلم عن الإسلام حتى يقنعني بالإسلام إنه دين من من الله. فهو حب يبني جسر إلي حتى يقول لي إحنا نؤمن بالمسيح. فطبعا كل مسيحي يسأل أوكي، منو هذا المسيح اللي تؤمنون به؟ الشيء الغريب انه لما كنت انا بالعراق وبدأت اتكلم عن هالموضوع بمحبه، طبعا ما كان بذاك الوقت ماكو صراعات دينيه، كنا نقدر نحكي يعني كاصدقاء. كنت عايش ببغداد، كان عندي اصدقاء من السنه والشيعه، من الاكراد، من العرب، من الارمنيين، من كل يعني الناس اللي كانوا موجودين في العراق ذاك الوقت، من التركمان، من الكرداني. آم، بس لما شفنا انه اكو اختلافات، حسينا انه مسلم ما دا يفتهم شنو المشكله. فاليوم دا اريد ابني جسر من عندنا لكم، وحبيت اشرح نقاط صغيره اللي هو من الاخوان المسلمين ما دا يفتهموها لما تجي عن الايمان المسيحي. فاول شيء نبدي انه اسم المسيح بالعربي، المسلم يقول انه اسم المسيح هو عيسى ابن مريم، عيسى المسيح. بالايمان المسيحي باللغه العربيه احنا ما نستعمل اسم عيسى، اصلا اسم عيسى مو اسم مستعمل باللغه الاصليه. الانجيل، وهذا موضوع طبعا راح مشيئه الرب ارجع له في المستقبل اذا حبيت استمر بهذا البرنامج. اسم المسيح هو اسم اصلي من اللغه العبريه. اللغه العبريه يشوع يعني بالانجليزي يسميه جاشوا. يسوع عنده معنى كلش قوي بالايمان المسيحي. فهذا المعنى موجود في الإنجيل، ماكو في شيء مخفي، أي واحد يقدر يروح ويدور على الإنجيل إلكتروني أو تقدر تشتريه من أي مكان أنت تقدر تشتري الإنجيل من عنده. فإذا تسمحوا لي في اللحظة خلوني أشارككم بالقراءة. راح أشوف هنا هسه إنه سوري لما خليني أمشيها من هنا. أم، هذا من إنجيل متى. من إنجيل متى لما يجي الملاك يبشر بميلاد المسيح ربنا، هو من الرب أعطى اسم يسوع. فإذا تشوفوا يعني فتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. اسم يسوع معناه لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يسوع مثل ما قلت هسه هو اسم عبري أصلي يشوع. أن يشوع معناه حرف الياء هو ملخص اسم الله حسب اللغة العبرية، ياهوي. فهو ملخص اسم الله. سوع تيجي من كلمة الشوع، معناها المخلص، فالله المخلص. فاسمه هو يسوع لأنه يخلص شعب من خطاياهم. فحتى اسمه مهم جدا. ليش مهم؟
لأن هذه تجي من النبوءات اللي موجودة في العهد القديم من الكتاب المقدس. وهذا موضوع مشيئة الرب راح أرجع له بالحلقات القادمة. فاسمه مهم. فلما الواحد من خلفية إسلامية يجي على المسيح يقول لك خليني أحكي لك عن النبي عيسى المسيح. منو عيسى؟ شنو معنى عيسى؟ من جاء هذا الاسم هذا؟ لأن اسم يسوع مهم. وخلينا نتكلم وخلينا نتكلم عن اسمه الثاني. اسمه هو الثاني عمانوئيل. فبالنبوءات القديمة في الأنبياء آم، يقول الكتاب هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا. هاي نبوءة من عهد قديم. ويدعى اسمه عمانوئيل. بالعبرية مرة ثانية عمانو معانا، يعني معنا احنا ويانا معانا بالجمع. عمانو إل. إل هو ملخص كلمة إله. وهو كلمة إله في اللغة العبرية إل. فعمانو إل معناه الرب معانا. فاحنا لما المسيح يقول انه ونعرف ان هذا الكلام صعب للمسلمين، لان فهمكم عن الايمان المسيحي ما جاء من المسيحيه، جاء من الدين الاسلامي. عمانويل معناه الله متجسد معانا، عايش معانا. وبعدين يجي حتى ياخذ خطايانا احنا البشر. فجن معناها تفسيره هو الله معنا. عمانو معنا الله. اوكي. هو الرب. فهذا اول شيء يسوي فد مشكله بين المسيح والمسلم. لما حتى اسم يسوع بدا يستعمل بطريقه صحيحه اكو تصير اني حساسيات بالموضوع. طبعا احنا ما نريد حساسيات، احنا نريد انه تكون محبه، يكون تفاهم. وكمسيحي احنا يعني ما عندنا اي مشكله انه نعيش ويا الناس اللي عندها عقيده ثانيه تختلف عن عقيدتنا. يعني الرب يأمرنا وبروح القدوس يطلب من عنده ان نحبوا اعدائنا. اوكي. وحاعطيكم الايه بالوقت الجاي. آم، الصراع الثاني اللي يجي لما شخص مسلم يجي على المسيحي يتكلم عن الثالوث المقدس. وهي مشكله ثانيه. المشكله الثانيه انه ده يبين انه الفهم الاسلامي عن المسيحيه آه، مو مسيحي. يعني مصدره مو مسيحي، مصدره مو مسيحي التاريخي الموجود. يعني اكو هوايه مصادر تقدر اي شخص يبحثها، خاصه عندك قابليه باللغات. وهاي مثلا احنا مسيحيين ما عندنا القدره انه نسيطر على كل كتاب وعلى كل منظمه. ماكو هيك بالمسيحيين. ف بس هذا شيء زين، لان اي واحد يقدر يبحث عن التاريخ المسيحي يقدر يشوف انه الكتاب المقدس عهد قديم من عهد جديد او الانجيل. كان يقول قبل ما يجي الاسلام، كان يقول بوقت الاسلام، وكان يقول بعد الاسلام. راح اشوف نفس الشيء. ماكو اختلاف. طبعا نتكلم عن يعني الإيمان المسيحي الأصلي الحقيقي. ما نتكلم عن طوائف اليوم مثل شهود يهوه ومورمونز وهذول، يعني كلش بعيدين عن المسيحية الحقيقية. آم، ف فلما نجي على فهم شخص مسلم للثالوث المقدس، ده يصير فد شيء عجيب. يعني احنا اذا انت حقا جاي من مصدر الهي، وهذا المصدر الالهي ده يشرح شنو الاغلاط بالدين المسيحي. ما دا يشرح الاغلاط، دا يشرح في الشيء احنا ما عندنا هذا الشيء. يعني كلمة تجي تقول لي وسام انت لون قميصك ابيض، انا باع قميصي اسود مو ابيض يعني. ف يعني فخليني اشوفكم هالمشكله هسه هنا. بلجين انا قصدي انه نبني جسور للفهم، ما دا نبني عداوه. فرجاء من كل محبه دا اقول هذا الكلام. فمرة ثانية نرجع إلى الكتاب ونشوف شو يقول. فمثل ما تشوفون إنه آه، بالكتب بالقرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الذين كفروا منهم عذاب أليم. بعدين يقول ما المسيح المرء إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانوا يأكلون الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر إنا يؤفكون. ولا ما أعرف شو معنى الكلمة هاي حاليا، بس مو مشكلة. آه، طبعا ده يتكلم عن قصد الكتاب القرآن إنه إله القرآن شخص. المسيحيين يقولون إله القرآن شخص، وإنه شخص واحد. والثالوث هذا اكو مسيح اكو مريم. هذا
كلام كلش خطير، لأن إحنا بالمسيحية ما عندنا هذا الإيمان. إيماننا هو إحنا نؤمن بإله واحد. بالإله الواحد أكو ثلاث أشخاص: الآب والابن والروح القدس. ثلاث أشخاص في إله واحد، مو ثلاثة آلهة. هذا في الشيء غلط. وثاني، احنا المسيحيين ما نقول انه كل شخص يعني بالثالوث. كل شخص هو يعني ثلث من الثلاثة. هذا كفر، لأن بالإيمان المسيحي كل شخص هو مليان من الإله نفسه، من الإله نفسه، من الإله الواحد نفسه. فالمشكلة أنه واحد من المسلمين يقول لك المسيحي ده يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. طبعا هذا الكلام ما حلو. احنا ما نقول هذا الكلام. فنؤمن بالله واحد. واكو اشياء وايد المسلمين ما يعرفوها عن الكتاب المقدس، من العهد القديم ومن العهد الجديد. بعدين اجي اشرحها لكم بالحلقات الجايه مشيئة الله. فقصدي من هذا الكلام انه اي واحد يجي من خلفيه اسلاميه يقول لي انه المسيحي منهم ثلاث آلهة والله يعني كلمة يريد يشرح لي الثالوث المقدس، يقول لي الله ثلث ثلاثة والثالث ثلاثة، وهالثلاثة هم الله والمسيح ومريم. اسمع، مع احتراماتي، هذا الشخص ما يعرف أي شيء عن المسيحية. ومثل ما قلت أكو مصادر تقدرون تبحثون عنها أنفسكم، راح أشوفكم إن الكتاب المقدس والإيمان المسيحي كان هو نفسه من قبل الإسلام وبعد الإسلام. ما كان في شيء متغير. هاي أساسيات المسيحية، يعني مو في شيء جديد إحنا مخترعيه. مع احتراماتي مرة ثانية. فأشياء يعني صعبة واحد يفهم ليش هذا الكلام. ليش يعني واحد يجي يقول لك إنه هو أنت إيمانك تؤمن بثلاث آلهة. وعندك واحد اسمه عيسى، وعيسى منه ما عندي أي فكرة عن عيسى هذا. فتصير يعني صدمات روحية. دا أسمع فاش كلام عن ديني، بس الكلام ما يطبق على ديني، ما يطبق على إيماني، ما له أي علاقة بإيماني. فشخص لما يتهمني بالوثنية وبالشرك، بس يشرح لي انه الله ثالث ثلاثة ومريم وعيسى هم الاثنين بالثلاثة، مع احتراماتي هو مسيحية. ابدا، ابدا. يعني اشياء بسيطة بس اساسية. فحبيت اشارك بهذه الطريقة، وخليت وحاطط يعني القرآن قدامكم وكتاب الانجيل، الكتاب المقدس قدامكم بالشاشة. وخلينا نجي على موضوع ثاني هسه، وموضوع ثالث. وهالموضوع يجي من سفر التكوين، أول كتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس نفسه هو مو كتاب واحد، كتب هواية. بعدين أجي على الموضوع هذا بالحلقات الجاية. آم، آه، الكتاب المقدس يعطينا فكرة عن الثالوث. شلون نفتهم انه هو ثلاث اشخاص في اله واحد. هم ثلاثه متميزين بالشخصيه، بس متوحدين في الاله الواحد. شلون هالفكره تجي؟ خليني اشوفكم من الكتاب المقدس من العهد القديم. هاي من التوراة. اوكي، احنا مسيحيين التوراة والانجيل كتاب واحد. هي بس هو منقسم الى 66 كتاب. بعدين اعطيكم تفاصيل عن هالموضوع بالحلقات الجايه اذا الرب حب انه يسوي هذا الشيء، اكمل هذا البرنامج. فاذا اجي على اول كتاب بالكتاب المقدس اللي هو سفر التكوين، على اول اصحاح، خليني اشوفكم شو يقول الكتاب المقدس عن فكرة الواحد. بالعهد القديم يقول الرب خلق الإنسان. خلق الإنسان من التراب طبعا، مو من علق ومن الدم ومن أي شيء like that. بس بالإصحاح الأول من عدد 26 يقول: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هو الرب، هذا من العهد القديم يعني من التوراة. أوكي. إخواني، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. يعني هو الله سبحانك، يعني هو الرب ذكر ومؤنث؟ طبعا لا. مو قصده هيك. راح اشرح لنا شنو قصده. على صورة الله خلق ذكر وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملوا الأرض واخضعوها.
الرب هو اللي يخضع كل شيء تحته، بس أعطى البشر القابلية أن يخضعوا ويتسلطوا على الخليقة، على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب الأرض. هذا المثل الأول على معنى، على صورته، على شبهه. أوكي، بس أكو في شيء ثاني أنه ذكر وأنثى. الذكر وأنثى، إذا أجي هنا هسه على الإصحاح الثاني من نفس الكتاب، لما نتكلم عن الزواج في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد، الرجل والمرأة متساويين بالقيمة، متساويين بالقيمة، مختلفين بالأعمال، بالدور، يعني شنو دور الأب شنو دور الأم، مختلفة، بس مساويين بالقيمة قدام الرب. ماكو يعني الرجال كامل والمرأة ناقصة، حشاك يا أخواتي. آه، بالخليقة الآدم وحواء متساويين. فيقول الكتاب لذلك يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. شوف هذا الفكرة هنا، سيكون شخصين لما يتزوجون يصيرون جسد واحد، يصيرون جسد واحد. مو يقول لك واحد زائد واحد يصير اثنين، لا، الاثنين دي يتوحدون يصير واحد. again بصورة الله بشبهه. فالرب يعطينا المثل انه هذا مثل، يعني جس مثل، لا تتعمقون بالامثال هواي، لان الرب حتى واحد كانسان يقدر يعني يستوعب معنى من هو الله الخالق بهالعقل المحدود. فالشيء صعب. اوكي، فالشيء صعب اخواني. فيقول لك بس اثنين صاروا واحد، والعائله عائله واحده تشبه علاقتها الداخليه كعلاقه الرب بنفسه، الاب والابن والروح القدس، ثلاث اشخاص في اله واحد، ما منقسم ما متعزل. فجين مرة ثانية الاثنين يصيروا واحد. العائلة يمكن بها هواي أشخاص بس هي عائلة واحدة. أوكي، فهذا هو بالطرق بطريقة بسيطة دا أبدي بداية كلش بسيطة أشرح لكم شنو معنى الثالوث المقدس. مو ثلاث آلهة، لا، إله واحد، ثلاث أشخاص في إله واحد. وأقرب فكرة الكتاب نفسه يعطينا هي فكرة العائلة، لأن العائلة مو شخص واحد، عالم هي الاب والابن والاطفال. بس مو معناها مره ثانيه انه اكو ذكر وانثى واطفال بالراس الالهي، حشاك يا رب. مو هذا قصده، قصده انه اكو علاقه محبه، اكو علاقه قريبه وقويه بالاشخاص اللي متحدين مع بعض. اوكي، أتمنى هذا كان في شيء يعني يساعدكم على فهم هذا الموضوع. بس هو الموضوع بصراحة معقد. بس احنا حبينا انه نشارك الفكرة من الكتاب المقدس نفسه حتى تفهمون، تبدي تفهمون انه المسيحيين ما عندنا ثلاث آلهة، عندنا إله واحد. مريم مو إله. يسوع المسيح هو الشخص الثاني بالثالوث المتجسد. وهذا موضوع نرجع له في الحلقات القادمة مشيئة الرب. أم الشيء الرابع هسه اللي كنت أحب أتكلم معكم إياه هو عن موت وقيامة المسيح. هذا فالشيء يعني أساس الإيمان له. يعني هواي ناس المسلمين بكل جرأة يقول لك المسيح ما مات. صح. يعني هو الإيمان المسيحي مبني على أنه المسيح مات من أجل خطايا الناس، وبدم احنا مغفورين، بذبيحته هو احنا مغفورين. فالقرآن يعلم المسلمين أنه المسيح ما مات، لكن شبه لهم. هذا في شيء طبعا احنا يعني أتصور حتى المسلمين يعني يتصارعون بمعناه، ما حد يعرف شنو معناه. هنا يشب القرآن أنه يقول بسورة النساء: لهم وإن الذين شبه وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى، هو يسوع مو عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه لكن اختلفوا فيه، لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا أتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هسه إذا تجي على الإنجيل، الإنجيل نفسه يتكلم عن موت المسيح على الصليب وقيامته، موته وقيامته. أوكي، ما يتكلم عن قيامته بس وصعوده إلى السماء، يتكلم عن موته وقيامته وصعوده إلى السماء. فالشيء مرتبط به. آم، بالكتاب المقدس في كتاب اسمه رسالة كورنثوس الأولى، في إصحاح 15 بالعراقي. إذا تفتح إصحاح 15 تقرأ من أول، يقول لك هسه من عدد 11 أقرأ أنا.
فسواء أنا أم أولاك، أنا هو الرسول بولس، واحد من تلاميذ الرب، اللي الرب اختاره بعد أن صعد إلى السماء، اختار بولس الرسول أن يكون واحد من الرسل. فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم. شنو كرازوا الإيمان؟ ولكن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة من الأموات؟ أوكي، فالمسيح احنا نكرز به أنه قام من الأموات، يعني مات بعدين قام. فإن لم تكن قيام أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. يعني فالشيء أساسي هذا للمسيح، أنه المسيح إذا ما مات وقام معناها حتى الكرازة الإنجيل كله باطل، وأيضا إيمانكم باطل. يعني فالكلام يعني كلش قوي. فإحنا كمسيحيين الكتاب المقدس كلش واضح لما يكون يعني يعرف عن الهجومات اللي حتيجي ضد المسيح، ضد الإيمان المسيحي. واحد من الهجومات أنه حتى قبل الإسلام، مع احتراماتي، كان يقول المسيح نفسه ما كان حتى شخص، كان في شيء روحي يبين كشخص فما يموت. آه، فهذا كان طبعا خطير، لان احنا نعرف انه الله تجسد، عمانويل، الله معنا. يسوع اللي ولد من مريم العذراء في ذاك الوقت كان شخص حقيقي مولود كطفل، وعاش كإنسان ومات على الصليب كإنسان. اوكي، الله لا يموت. فقلنا اكوان مسلمين يقول لك شلون يموت الله؟ الله ما يموت. اوكي، الله روح متى حتى بالبشر لما الشخص يقتل شخص يقتلون الجسد ما يقتلون الروح. اوكي، فشيء واضح يعني، ما بي له ما محتاج ان واحد يشرح له، يضيع وقت يشرح الموضوع هذا. فقال مره ثانيه يقول فان لم تكن قيام من الاموات فلا يكون المسيح قد قام، وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. يعني ما احنا كل المسيحيه ضاعت اذا المسيح ما مات وقام. هذا بالكتاب المقدس مالتنا بالانجيل، برسائل رسول بولس الى كورنثيه الاولى اصحاح 15. اوكي. إذا تقرأ الأناجيل متى مرقس لوقا ويوحنا راح تشوف كلهم يتكلمون عن كيف المسيح تعذب، كيف الرومانيين قتلوه، كيف هو قام في يوم الثالث وصعد إلى السماء. أوكي. فالشيء أساسي وكلش كلش مهم. واحد لازم ما يعني يستعجب هالأمور هاي يا أخواني. آم، آه، ف يعني اشياء صعبه، واني اجين مو قصدي انه اهين اي واحد ولا حبيت اضوج اي واحد، بس يعني واحد لازم يشرح شنو المشكله، ليش المسيحي ما يقبل هالاشياء هاي. آم، اكو ناس مسلمين بعدين لما عرفت انه المسيحيين ايمانهم مختلف عن عن الايمان المسيحي المكتوب بالقران وبالدين الاسلامي. فكمسلم بدأ يقول انه الانجيل محرف. وهذا كان كلش خاطئ طبعا، يعني كلش خطير. لما نقول الانجيل محرف لازم المسلم يوقف في لحظة ويفكر ايش دا يقول. اذا اله الاسلام حقا يعني اعطى لموسى كتاب، ولداود المزمور كتاب، والمسيح الانجيل، لما نقول هذه الكتب حرفت معناها الإله اللي أعطى هالكتب ما قدر يحمي كلامه، ما قدر يحمي أوعاده، ما قدر يحمي الأناجيل والمزمور والتوراة. فلما تهاجم الكتاب ما تهاجم الكتاب، تهاجم إله الكتاب. إذا أنت مؤمن أنه الله إله الإسلام حافظ للقرآن، شلون نفس الإله ما يحافظ على الإنجيل والتوراة؟ يعني شنو المشكلة هنا؟ أنا ما دا أفتهم. خليني أعطيك كم آية من الكتاب المقدس حتى آه، نشرح أنه لما إله إبراهيم وإسحاق ويسوع، إله وأب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح يتكلم، كلامه ثابت ما يرجع إلى فارغ. بالأنبياء بالعهد القديم في إشعياء الكتاب المقدس يقول، again راح أشوفكم الآيات. هذا من سفر إشعياء، هو واحد من الأنبياء 800 سنة قبل مجيء المسيح. طبعا هو تنبأ بصليب المسيح، حتى هو تنبأ نفسه بالمسيح وبآلام المسيح. بس بهذا الإصحاح يقول لأنه يتكلم الرب يتكلم عن طريق النبي إشعياء، يقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا
للزارع وخبزا للآكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح في ما أرسلته له. يعني تشوف أنه كلام الرب لا يتحور ولا يتغير، وواحد ما يقدر يغير، يقول لك كلامي لما يروح ما يرجع لي فارغ. اوكي. يعني اللي يهاجم الكتاب بيهاجم الله نفسه. يعني فالشيء لازم واحد يفكر به، إذا هذا حقا كان كتاب التوراة معطي لموسى من الله نفسه، والإنجيل معطى ليسوع المسيح من الله نفسه، شلون اليوم المسلم يجي يقول إنه هذه كتب محرفة بيد إنسان؟ يعني فالشيء كلش خطير يا أخواني يا أحبائي. خلونا نشوف كمان آية ثانية من الإنجيل، هذا من كلام يسوع المسيح نفسه. أم الإنجيل هنا من إنجيل متى من من إصحاح خامس من عدد 18 يقول، كلام يسوع المسيح نفسه: فإني الحق أقول لكم، إلا أن تزول السماء والأرض، يعني الأرض والسماء تروح، إلا أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغيرة، يعني مكتوب بالكتاب المقدس، وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماء، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماء. فإني حق أقول لكم أن لا تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. أصغر حرف باللغة العبرية هو حرف الياء، المساوي لحرف الياء بالعربي، يودا بالعبري. حرف كله صغير، هو مثل عوالك النقطة صغيرة مكتوبة على الكلمة. يقول لك حتى هذا حرف ما يروح إلا أن يكمل كلام الله. بعدين لما يكمل كلام الله، هاي الأرض وهاي السماء راح تروح طبعا لأن يكون نهاية العالم، بس كلام الله راح يكمل. ما حد ما يقدر يغير كلام الله، ما حد يقدر يناقض كلام الله. لأن إلهنا إله حق موجود. إذا قال في الشيء هو مسؤوليته هو أنه يحمي كتابه، يحمي مثلا كلامه هو المكتوب، لأن هو أعطانا هاي الكتب، مو إحنا اخترعناها بالدور الرابع باجتماع كنائسي تحت سيطرة ملك روماني مثل ما يقول كم شخص مصري بصراحة ما يعرف أي شيء عن تاريخ المسيحية أو تاريخ الثقافة المسيحية. فهالأشياء خطرة يعني. بس يعني مرة ثانية مو قصدي انه هين اي واحد، بس حبيت انه ابني جسر انه لازم نبدي نفتهم ليش المسيحي ما يقدر يتوافق مع شخص مسلم عن الكلام المكتوب في الإسلام عن المسيحية. فرجائي انه لكل شخص يسمع هذا البرنامج ويتفرج على هذا البرنامج راح يحب ان يتعلم عن المسيحية من المسيحي، يتعلم المسيحية من المسيحي. ربنا يحفظكم ويبارككم ويعطيكم اسم في كتاب حياة بدم يسوع المسيح. آمين.